أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. الزول في اللون مرحبا يسمو إن شاء الله لا فيديو كي كنت فك بخلوا على خلو وتزمر هي كرزن. اما كتولي من لاغوت بوسيكي شطحه لي زابا ذين ساهلين ذين بنينن. زعما ما تسافي مصروز ناس لا بيغي ناس البطاطا بومين ناس لي فريت. زعما ما باش تشمككي واحد الصبغرو تبعد لا فيديو غير ما تسكري باش تزرمكم كي تدي هكا. السلام عليكم اخواتي الكرام، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي احسن الاحوال، ويلقاكم هذا الفيديو في الصحه جيده. كما راكم تشوفون اليوم نشارك معكم طريقتي في تحضير شطحه تاع لي زابا ولا كبد وقوانص تاع الدجاج في لاصوص روج. كما راكم تشوفون طريقه سهله وسريعه وبزاف بنينه، تقدروا ترفقوا بها لا بيغي ولا الروز ولا لي فريت، ولا نديروها في ساندويتش مع شويه تاع لي فريت في هاد السخانه. اكل خفيف وظريف وبزاف بنين. تابعوا الفيديو الاخير لتتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير على بركه الله. عندي كمية تاع لي زبان كيما راكم تشوفوهم منقيين مغسولين، نقعدهم في الماء والملح والقارص حوالي 2 ولا 3 سوايع. من بعد جلدتها عدة مرات، حطيتها في الصفاية، نقيتها كامل من الشوائب وتحصلت على هذه النتيجة كيما راكم تشوفوهم بزاف نقية. عندي طوماطش ملحية، عندي حبة تاع بصل مقطعة صغير كيما راكم تشوفوا، عندي ربطة تاع حشيش مقطفة مقطعة صغير، عندي ورقة تاع الرند والحميصة، في جيبيت عندي زنجبيل كركم فلفل كحل فلفل عكري توابل دجاج، ايضا ملعقه صغيره تاع الملح، وفي الاخر عندي الكمون. في لاكو كنت نحط القوانص باش يطيبون باش في الشطحه ما يجيناش يقرمشوا. نحط معاهم الحميصه، اللي عنده الحميصه طيبه يخليها حتى الاخر. نزيد عليهم الورقه تاع الرند، نزيد ايضا ملعقه صغيره تاع توابل الدجاج. من بعد نمرق عليهم بالماء سخون ونحط لاكوكوط فوق النار ونغلق الصفاره ونخليها تطيب حوالي 10 دقائق ولا ربع ساعه. نولي على الكبده كما راكم تشوفون نقطعها قطع صغيره. الكبده واعره شويه في التقطاع، لازم يكون الموس حاد باش ما نخسروش الشكل ديالها. نقطع الكبده، نزيد ايضا القلوبه. الكبده تاع الدجاج فيها فوائد قيمه وعظيمه، وخاصه اللي عندهم الانيميا الافضل ياكلوها 2 خطرات ولا 3 في الاسبوع. بعد ما قطعتها قطع صغيره كما راكم تشوفون نحطها في الصفايه، نفرغ عليها ماء سخون باش تشد روحها، من بعد نخليها تستقطر. في مقله نحط شويه تاع زيت كما راكم تشوفوا، نحط عليها ملعقه صغيره تاع ثوم ولا 2 سنينات مرابيين. من بعد نحط عليها الكبده ونزيد عليها شويه تاع حشيش مقطفه مقطع، ونحط المقله فوق النار باش تتقلى. بعد ما طابوا القوانص وايضا الحميصه نحيهم ونخلوهم تجيه. وفي نفس لاكوكوط نحط شويه تاع الزيت، نحط عليها البصل المقطع تقطعوا ترحيوه. من بعد نحط الكوكوط فوق النار باش يتقلى البصل ويذبل. وفي هذاك الوقت نقطع القوانص الى قطع صغيره كما قطعت الكبده، وكما راكم تشوفون يتقطعوا بكل سهوله لانهم طابوا. ونفكركم انه الماء اللي طابوا فيه مع الحميصه احتفظ به، لانه كامل الفوائد تاع القوانص راهم في هذا الماء. بعد ما قطعتهم كامل حطيتهم مع البصل كما راكم تشوفوا، نزيد عليهم كامل لي زيبيس، نزيد عليهم ايضا كميه تاع حشيش مقطفه مقطع كما راكم تشوفوا، نزيد عليهم ايضا طماطش ملحيه مع ملعقه صغيره تاع لا طوماط كونسونطري. نخلطهم كامل بهذه الطريقه. من بعد نحط لاكوكوط فوق النار باش يتقلى كلش مع بعض. ومن جهه اخرى نتفقد الكبده اللي حطيتها تتقلى في المقله. وبعد ما تقلى مليح البصل مع القوانص كما راكم تشوفون نفرغ عليهم الكبده. الكبده لازم تقلى مليح ويتبخر كامل الماء اللي فيها. فرغتها كامل في لاكوكوط كما راكم تشوفوا، نزيد عليهم الحميصه اللي طابت مع القوانص. من بعد نمرق بهذاك الماء اللي طابوا فيها القوانص. وبما ان حطيت معاهم الورقه تاع الرند، يعني رحت لهم كامل صفاره. نمرق عليهم حتى يتغطوا كامل. نحط الغطاء نغلق الصفاره ونخليه يطيب حوالي 10 دقائق. بعد ما تجوزوا 10 دقائق، هذه هي النتيجه اللي تحصلت عليها. لي زبان بلاصوص خاثره مجمره ومحمره، كلش فيهم طاب الحميصه وحتى القوانص كما شفتوا طريين. وبما ان الكبده قليتها مع الثوم، زدت لها في البنه وايضا هي اللي خثرت لاصوص. وبهذه الطريقه تحصلت على شطحه تاع لي زبان بزاف بنينه، بلاصوص خاثره عاقده ومجمره مع شويه تاع حشيش مقطفه من الفوق ولا اروع. وهذه شطحه تاع لي زبان تولمها الحشيش مقطفه اكثر من المعدنوس، يعطي لها ريحه وبنه مميزه. وكما قلت لكم بهذا الشطحه تاع لي زبان تقدروا ترفقوا بها الروز ولا لا بيغين ولا لي فريت ولا ساندويتش تاع السارع. انا رفقتها بلي كروكيت تاع لا شابلور محشيين بالفرomاج. الوصفه راهي في القناه مع الفيديوهات الاولين اللي درتهم في القناه.
وصفة بزاف بنينة، وأيضا نستغلو الخبز البايت. هذه هي وصفتنا لنهار اليوم أخواتي الكرام، شطحة لصبا ولا قوانص مع كبد الدجاج. وصفة صحية سهلة وسريعة بزاف بنينة، ومن كثرة الفوائد اللي فيهم ننصحكم تاكلوهم على الأقل مرة في الأسبوع. وكان نصيحة أخيرة، ديروا بالكم على الملح، لأنه لاصوص كي تختاروا تتجمر النسبة تاع الملح تركز فيها. شاهدكم في الجنة أخواتي الكرام، اللهم اجعلها نعمة دائمة ومنعها من الزوال لنا ولكم ولجميع المسلمين إن شاء الله. إذا عجبكم الفيديو أخواتي الكرام ما تنسونيش باللايك والأبوني والبارطاج فضلا وليس أمرا، جزاكم الله الجنة والنعيم ديالها إن شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم. سوا كاريد نصوض ثقر لا فيديو مثل عجبه ولا غوشة بوساقين ويتتثرس لايك والأبوني لك والبارطاج كون الجزائر بس الخلق الجنة. جاكم ذي سرث لي سرث من اللي لا فيديو غادي تدون ما يبغى وحنين.